غير خصيبي وأفتخر، ولا إله إلا أمير النحل، أوحد البطين، ولا باب إلا سيدنا سلمان الفارسي، ولا اسم إلا محمد. تفضل. بس انت اول بدايه خليك غير متعصب، لا تصير مثل الوهابيه لا تظل لا، مش تصرف. متعصب. تفضل. دقيقه دقيقه، لا تقاطع واحده واحده واحده. اول بدايه ادخل بهادئ، ادري بك منزعج من هذه الاطروحه، من هذا الطرح العلمي، ادخل بهداوه، لا تصير مثل الوهابيه يعطي شعارات ويسوي خطاب. انت قلت انا خصيب وافتخر، هل يا ترى ستترضى على قاتل امير المؤمنين نعم علي؟ أترضى. رضوان الله على سيدنا عبد الرحمن بن ملجم، لأنه من المنتجبين الذي انتجبه أمير النحل جيد. لمقتله. نعم، الله يختار مقتله، فاختاره أمير النحل لذلك. عندك مشكلة؟ جميل، يعني الآن عبد الرحمن بن ملجم ولي من أولياء الله؟ نعم 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 نعم، بس ما تناقشنا في التوحيد لو سمحت. لا لا، ما نبدأ يخالف، بالتوحيد. ما يخالف، راح اروح وياك، بس هدي، بس عيدنا. هل أنت أتباع لخالق الكون تعتقد بأن عبد الرحمن بن ملجم ولي من أولياء الله؟ أولا أنا مش من أتباع أمير إن القريشي. شاء الله. أنا من إيه. أتباع مولانا الخصيبي ومولانا محمد بن نصير مولانا، من أتباع الإمام الصادق. أنا من أتباع أمير النحل. ماكو مشكلة. هل تعتقد عبد الرحمن بن ملجم من المرضين في الدنيا، من الملعونين في الدنيا، من المرضين في الآخرة؟ نعم نعم، أعتقد ذلك الاعتقاد، وذكره شيخنا الخصيبي في رسالة الافتتاشية. نعم. جميل. الآن أنت من أتباع هذه المفوضة وتتبع هذه العقيدة، وهو عقيدة التفويض. طيب أنا تسمعني؟ أعتقد مولانا، أنا شوف، أنا اعتقادي ليس مشكلة. التفويض. ماكو أنا مشكلة. افهم اعتقادي عشان تقدر تناقشني فيه. أنا يا أعتقد في حبيبي الصورة افتهمنا الأنزعية اعتقادك يا مولاي. رجل، يا رجل افتهمنا اعتقادك، خلاص خلينا نحكي. تفضل. زين. افتهمنا اعتقادك، تقول لا إله إلا مولانا علي. هل من نعم. الممكن الإله يقتل؟ نعم، قضية مقتل مولانا أمير النحل عز عزه وجل جلاله، المقتل أتى لذلك الجسد البشري الذي تجلى وظهر. يعني إلهك انقتل؟ لا لا، المقتل أتى للجسد وليس طيب يعني الإله للذات. مالتك انقتل؟ المقتل لذلك الجسد بس وليس للمعنى. مثل المسيح، ما يخالف، مثل المسيح. لا، مش مثل المسيح، في فرق جدا جاوب. كبير بيني وبين المسيح. لا لا، في فرق في الاعتقاد، يا أنت مش أستاذ، فاهم اعتقادنا. يا أستاذ، المسيح عندهم الجسدية، الصورة الجسدية والصورة اللاهوتية. اللي انقتل الجسد بس اللاهوت ما انقتل، صح؟ المسيح لهم ثلاثة، لهم هسه لهم بعدين هاي مال الثلاثة، نتكلم بالثلاثة مال الأب والابن. زين، العن عائشة. اللهم لعن عائشة بنت أبي بكر لعنة أبدية سرمدية الآن تنجب بها أرض السماوات والأرض. خلص، هذا على الله. هل عندك في معتقدك أن الصورة الجسدية مرتبطة مع الصورة الذاتية لو منفصلات؟ الصورة التي ذكرها مولانا الإمام الصادق عز عزه في حديث الصورة الأنزعية هي ذات عين الله، وهي ظهرت في مولانا أمير. ما سألتك على هذا السؤال، ما قلت لك لو عين الله لو ما عين الله. سؤالي، هل الصورة الجسدية متصلة بالصورة، لكون الجسد مات بس الذاتية ما ماتت، هل الصورة الجسدية ملازمة مع الصورة الذاتية لو منفصلات؟ منفصلات مولانا، منفصلات. نعم. أنت مش عم تفهم قولي. أنت افهم أنا شو بحكي. يا أستاذ، ليش ما تخلي الحوار يمشي؟ ليش جاي تدخلنا مداخلات؟ خلي الحوار يصير، الله يخليك. الآن طب ما أنت مش فاهم عقيدتي مولاي، عم تضرب علي عقائد. أنت مش فاهم أنا شو بعتقد. يا ولد، أنا فاهم كل شيء، بس أريد توصل فكرة للعالم. أنا ما أدري بك أنت تترضى عبده، أدري، بس أريد العالم تسمع. هدي، خلي الحوار يمشي طبيعي. الآن الأخ قال الصورة الجسدية منفصلة على الصورة الذاتية. انطيني قول واحد من الأئمة المعصومين في معتقدك. تفضل. نعم، نحن نعتقد بحديث الصورة الأنزعية الذي ذكره مولانا الإمام الصادق عز عزه عن المفضل ابن عمير. ما أتكلم على الجسد، أتكلم على الصورة النورانية.
بلى، ما هي هذا هذه الصورة الأنزعية أتحدث عنها ذاك هذا الحديث. العزيز انت قاعد تعطي حديث النورانية، الصورة الأنزعية نؤمن بها جميعا. أنا سألتك هل الصورة الجسدية وليس صورة النورانية الأنزعية، لا تخبط بيناتنا. جاي أتكلم على الصورة الجسدية، هل ملازمة للذاتية أم غير ملازمة؟ نعم مولانا أمير النحل قال أنا أظهر بالأشياء كما أشاء. دقيقة هد هذا موضوع آخر التجليات، ولم أسألك بالتجليات، ما أنت طلعت ما فاهم سؤالي. هل الصورة الجسدية ملازمة للصورة الذاتية؟ قلت منفصلات. أعطيني تصريح من اعتقادك من المعصومين. أعطيتك تصريح مولاي أنت لم تقبله. قلت لك أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ليس تجليات، ما تقول لي تجليات. قول أمير النحل قال أنا أظهر في الأشياء بذاته كما يراد. فالذات ذات الله يا ذات أمير المؤمنين مولاي تظهر في الأشياء كما تريد. حبيبي انت قاعد تتكلم الموضوع اللي عبر عنه الخصيبي واللي عبر عليك العلماء. الخصيبي قال وان الشمس تجلي للمولى علي منه النور، وقال الخصيبي ايضا وان القمر صورة تجلي لعلي منه السلام والنور. انت ما فاهم. نعم. انا ما جاي اتكلم بالتجليات، بس لا تخبط. تجلي انت قاعد تتكلم بموضوع التجليات. ان الامير يقول هو شيخك الخصيبي قال مولانا الحي القيوم منه النور، ان المولى يظهر في الاشياء كيفما يريد وحيثما يريد. ومن ضمن هذه الاشياء اكمل لك العباره اللي انت ما حافظها، ومن ضمن هذه الاشياء ان للشمس نصفين، نصف صوره تجلي لملكوت المولى والنصف الاخر لنور المولى، وكذلك في القمر هذا تجلي. لم اتكلم على التجليات. سؤالي هل صورة الجسدية منفصلة على الصورة الذاتية؟ قلت نعم. أريد تصريح بهذه العبارة. تفضل مولانا. ما هي من ضمن تلك العبارة حينما أمير النحل منه السلام ومنه إياك الله منه السلام ومنه السلام. دول هذول النصيرية من إخوان قدماء ذول في عهد الأئمة اللي هم حرقوهم الأئمة عليهم السلام. هم هذول النصيرية أتباع أحمد بن محمد بن نصير، مثل هم هذول كفر. يعني هو اللي اللي قال عليهم النصيرية الكفر الملاعين. نعم النصيرية، يعني ما سامعين بالنصيرية؟ نعم النصيرية هؤلاء هم أتباع هذا الخصيبي اللي جماعة الشيش المقدس ماخذين من العقيدة. شفتوا؟ اللي يمدح بعبد الرحمن بن ملجم، عندهم عبد الرحمن بن ملجم ولي من أولياء الله. جاي تتخيلون شباب؟ صدمة هاي الصدمة. خاف تقول على المدوي يحكي من جيبه وينك واحد يترضى على عبد الرحمن بن ملجم. سبحان الله. شفتوا أمامكم؟ هذا من ضمن النصيرية. هؤلاء يترضون على عبد الرحمن بن ملجم. تعرفون بعد منو يطعنون بيمن؟ تخيلوا بيمن يطعنون. بيمن يطعنون؟ يطعنون بالكافي. الكافي كافر ممدوح بالدنيا مذموم عند الله. أصول الكافي اللي معتقدنا من عنده. يعني القريشي اللي يمدح بأصول الكافي ياخذ من الخصيبية النصيرية اللي هم يكفرون الكافي. تخيلوا. فالمساكين الربع الشباب مشوا على هذه الطريقة، طريقة الخصيبية النصيرية. هذول النصيرية منحرفين في عهد الأئمة. في عهد الأئمة يظهر شخص اللي هم جماعة أحمد بن نصير اللي هو طلع هذه العقيدة إنه علي عندهم والعياذ بالله إله ومات الجسد وبقى وهي كلاوات المسيح جايبة مال النصرانية بالضبط. فأنتم احذروا من هذه العقائد المنحرفة. جزاكم الله خير. هسه هم ظاهرين عندنا كم واحد بالعراق يربون شعر ويسوون هالكلاوات. الإمام صرح هؤلاء ملعونين لا تجالسوهم. ليش الإمام يقول لا لأن يعرف الإمام هذه عقيدة عفنة، عقيدة نتنة، ولهذا أمر الأئمة عليهم لأما أمروا بحرق هؤلاء. اليوم قاعد تشوفون أن القريش الشيش المقدس يخدم هؤلاء وأداة لهؤلاء. تعرف ليش دخل الله بهذا الموضوع؟ يريد يضيع شباب الشيعة. هؤلاء اللي يعتقدون بالتفويض لأمه علي خالق الكون والقرآن المحرف، نهايتهم هؤلاء الإلحاد. احذوها من عندي. نهايتهم الإلحاد.
خذوها من عندي يا شباب، ما لكم علاقة بالهوسة مالتهم هاي. واضح؟ يعتقدون علي خالق الكون والقرآن محرف. هذه عقيدة النصيرية عليهم لعائن الله. لهذا نحارب هذا الفكر لعفانته، ولأنه يدخل بين أوساط الشباب بحجة مقامات المولى علي، بحجة مقامات أهل البيت، والعلماء ظلمونا والمحاومة. ما حد يسولف بالمظلومين. شنو مظلومين؟ أشوف كتب العلماء يتفننون بالكلام حول الأئمة سلام الله عليهم. شوف، فحاربوا هذا الفكر. هذا الفكر قاطعوه. النصيرية فرقة منحرفة، اللي هم جماعة الشيش المقدس، النصيرية المفوضة. يا الله يا